بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل بسكوت زي بسكوت نواعم بس بالبرتقال ومن غير برتقال ومن غير زبدة ومن غير سمنة، بمكونات اقتصادية. وزي ما انتوا شايفينه كده من جوه هش جدا ودايب دوب. بصراحة بسكوت ما خدش ربع ساعة في عمايله ودايب دوب مع كوباية شاي بقى، طعمه خطير. والمكونات اقتصادية، احنا مش هنستخدم ولا سمنة ولا زبدة ولا هنستخدم برتقال. وهقولك على البديل لكل حاجة، سهل وبسيط، وفي ربع ساعة هتعملي كمية كبيرة جدا. تقدري تعملي نص الكمية بس، يعني التزمي باللي انا هقولك عليه هيطلع معاكي احلى بسكوت. طبعا الكمية اللي انا عملتها 3 اطباق من الطبق ده. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة انا عايزاها، هحط مكونات السايلة. ما انا هحط كوباية ونص زيت و3 بيضات كبار. تقدري تعملي نص الكمية، تمام كده. واحط كمان كوبايه ونص سكر بودر، وممكن تستخدمي سكر عادي بس تاكدي ان انا عايزاه دايب دوب. انا اهو طحنتهم دي، بصوا بالخلاط ضربتهم ضربه كده حلوه اهو. انا بقى مستخدمه فانيليا برتقان، ودي اللي هتودي البسكوت في حته تانية، هتخليه بسكوت بالبرتقان. مستخدمه كيسين، لو هتستخدمي نص الكميه استخدمي كيس واحد بس. عايزه 5 كوبايات دقيق وكوبايه نشا، ودي ضروري، ومعلقه بيكنج باودر وذرة ملح. حط ذرة ملح بس كده. حط بقى المكونات السايلة اللي انا ضربتها في الخلاط على المكونات الجافة. وطبعا البسكوت ما بيتعجنش، اي بسكوت ما بنعجنوش، بنقلبه كده من فوق لتحت لحد ما نلم العجينة. يعني الدقيق بتاعك يشرب السوائل. وشوفي لو عايز دقيق تاني زودي، بس دول 5 كوبايات على المقدار اللي انا قلت عليه بالظبط. انتي لو الدقيق بتاعك عايزة تحطي شوية مفيش مشكلة، حطي. خلاص كده يعني لميت المكونات السايله بالدقيق والمكونات الجافه وبس. انا بحب احط الخطوه دي من عندي، تقدري ما تستخدميهاش. احط معلقه سمنه بلدي عشان بيوديه في طعمه في حته تانية، بيخليه واعم بقى كده وحلو قوي. انا طبعا ما استخدمتش فيه لا زبده ولا سمنه، فحطيت زيت، فبحب احط له المعلقه دي، بتوديه في حته تانية. بس ببدأ أشكله يعني قد الليمونة كده، وأبططها شوية واسيب فراغات ان هو هيكبر شويه، عشان طبعا فيه بيكنج باودر، بس طبعا مش هيكبر قوي وهيبقى هش وهيبقى طعمه حلو قوي. بس شايفين الجمال؟ بغطى ازازه. انا كنت عامله واحده مشكلاها، لقيت شكلها حلو قوي فقررت اعمل كله كده اهو قدامك. بعمل كله كده بغطى ازازه. طبعا الكميه اللي انا عملتها دي عملت لي صاجين كبار، والصينيه دي تمام كده. ادخله بقى الفرن واكون مسخنه الفرن قبليها اهو. بصوا معليش خالص، خد ربع ساعه معايا. بصوا طالع تحفه، بجد طالع تحفه، لونه حلو قوي. مستوي كويس جدا من فوق ومن تحت ومن جوه، مش معجن خالص. هكسر واحده قدامك، بصي شايفه الجمال؟ بجد كان نفسي اسمعك صوت القرمشه، بس طعمه حلو قوي مع كوبايه شاي. طبعا البسكوت ده بيبقى تحفه. تقدري تستخدميه بالفانيليا العاديه من غير برتقال للناس اللي ما بتحبش بسكوت البرتقال. نبدا بقى ناخده ونسيبه يبرد خالص ونحطه في طبق التقديم. انا طبعا برصصه مع كوبايه شاي بقى، مع شاي بلبن، يعني في اي وقت. والشتا بتحب الحاجات دي. بجد جربي الطريقه، سهله وبسيطه وناجحه جدا، ومكونات بسيطه واقتصاديه، وهتعجبك قوي. شايفين شكل البسكوته؟ بجد حلو قوي من جوه، مقرمش وهش وخطير. اللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.